تخيل انك تدخل غرفة عادية لكن تكتشف انها مصمم بالكامل لتعذيب البشر. اسمه ديفيد باركر راي، يلقب بصانع الألم، من نيو مكسيكو أمريكا. رجل هادي يشتغل في تصليح السيارات، وكان بعمر 50 لما انكشفت أسراره. من طفولته كان مهووس بالسيطرة والتعذيب، يقرأ مجلات سادية ويحتفظ برسومات مرعبة، ومع الوقت صار هذا الهوس أسلوب حياة. بنى غرفة سرية سماها غرفة الألعاب، لكن ما فيها لا لعب ولا رحمة. جدرانها معزولة، مجهزة بقيود، أوداد، أدوات جراحية، أجهزة صدمات، وحتى مسجل صوتي يوثق صراخ ضحاياه. كان يخطف النساء من الشوارع، غالبا مشردات، ويقيدهم بالسلاسل، ويبدأ تعذيب جسدي ونفسي رهيب. يشغل موسيقى دينية بصوت عالي ويعاملهم كأنهم تجارب. في سنة 1999 واحدة من ضحاياه اسمها جوزيت قدرت تهرب وركضت للشرطة، وبلغ داهم البيت، وهناك كانت الصدمة. تم القبض عليه واعترف بالتفاصيل تقشعر لها الأبدان، ورغم أنه ما وجهت له تهمة قتل مباشرة إلا أنه اعترف بتعذيب عدد كبير من النساء، ودين ب 224 تهمة. لكن قبل ما يكتمل حكمه مات فجأة بسكتة قلبية بسنة 2002.